نجح لاعبو وادي دجلة في تحقيق فوز ثمين على نظرائهم النادي الإسماعيلي ب2-0 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة ال18 لمسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الضيوف إلى النقطة 27 يحتل بها المركز الخامس، ويتجمد رصيد أصحاب الأرض الدراويش عند النقطة 10 ليقبعوا في المؤخرة في قاع الدوري. أدار اللقاء صبحي العمراوي ومعاونه عماد العقاد ومحمد فاروق، ورابعا محمد إبراهيم الدسوقي، وحكما للفيديو عمرو الشناوي ومحمد أحمد الشناوي. وأنظر حكم المباراة محمد حسن ونادر فرج من الإسماعيلي وعمرو عدلي من وادي دجلة. وبدأت المباراة بجس نبض بين أصحاب الأرض وضيوفهم للبحث عن التهديف المبكر كل في شباك الآخر، وظهر محمود دياسطي مهاجم دجلة في المشهد عندما لعب الكرة برأسه فخرجت بجوار القائم الأيسر للإسماعيلي، مهدرا فرصة للتسجيل لصالح وادي دجلة في شباك الإسماعيلي. رد عليه إبراهيم النجعاوي بتسديدة أبعدها مدافع وادي دجلة عمرو عدلي إلى ضربة ركنية، واستحوذ خالد النبريسي رأس الحربة الدراويش على الكرة وسددها قوية أمسكها عمرو حسام حارس الفريق الضيف بثبات، وضغط لاعبو وادي دجلة على مرمى الإسماعيلي من جميع الجهات لإدراك التفوق على أبناء الفانيلا الصفراء الذين أجروا تبديلا مبكرا بنزول حسن منصور مكان محمد إيهاب للإصابة، يليه تغيير آخر للدراويش بدخول لاعب خط الوسط سمير كونتا وخروج إبراهيم عبد العال لأسباب فنية. واحتسب الحكم 3 دقايق وقت بدل ضائع أحرز خلالها حسن منصور هدف في شباك الإسماعيلي بنيران صديقة لينتهي الشوط الأول بتقدم وادي دجلة على الدراويش بهدف نظيف. ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني أجرى طارق العشري المدير الفني للإسماعيلي تبديل ثالث بمشاركة محمد خطاري مكان حسن منصور المهزوز صاحب هدف النيران الصديقة لصالح وادي دجلة التي احتفظت قيادته الفنية محمد الشيخ بكامل لاعبيه داخل الملعب. ونشط أصحاب الأرض لإدراك التعادل وتلوح الفرصة لهم ذهبية للتهديف، لكن لم يترجمها لاعبوه بشكل إيجابي. وفي الدقيقة 61 ينفرد فرانك بولي لاعب الفريق المنافس بالكرة ويحرز الهدف الثاني للضيف وسط اعتراض شديد من قبل أصحاب الأرض وتهديد بالانسحاب بسبب وجود خطأ لصالحهم قبل التسجيل. لم يلتفت إليه حكم المباراة ويستأنف اللعب بعد توقف 10 دقائق، وشارك زياد أسامة وإسلام كابو مكان محمد عبد العاطي ومحمود دياسطي في صفوف الفريق الدجلاوي. وفي الدقيقة 83 يسجل محمد رجب هدف بنيران صديقة في مرمى فريقه لصالح الدراويش، ويلعب أحمد فاروق وأحمد رضا بديلا عن فرانكو بولي وأحمد دحروج لدى الضيف، يقابله دخول أنور عبد السلام مكان مروان حمدي في صفوف أصحاب الأرض. ويحتسب الحكم 10 دقايق وقت بدل ضائع لم تشهد جديد ليسدل الستار على أحداث اللقاء بفوز لوادي دجلة على الإسماعيلي ب2-1 ويؤزم الموقف للدراويش.